بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، ما تنسونيش في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليقات وشاهدوا الفيديو للآخر. النهاردة يا حبايبي هعمل معاكم صينية بطاطس بفراخ. أنا بعملها معاكم على طول، بس بعملها اللي ما شافهاش قبل كده. دي البطاطس أنا مقشراها مقشراه وغسلاها، والبصل برضك يا حبايبي كله غسلاه ونقعاه، بس بجهزه عشان الفيديو ما يطولش عليا. صينية البطاطس احنا بنحب فيها يا حبايبي البصل كتير. اللي ما بيحبش البصل عادي، بس هو البصل اللي بيحلي. والطماطم دي يا حبايبي انا عصره فيها، حاطه فيها قرن فلفله وتوم. ودي البهارات يا حبايبي، بهارات فراخ وبابريكا وكمون وفلفل. هقلب دي في الطماطم واحط جزء على البطاطس وجزء على الفراخ من فوق. وانا حاطه الملح يا حبايبي على الطماطم، بقلبه عشان الفراخ برضك اما ارش عليها تبقى واخده من نفس التتبيله. وزي ما قلت لكم انا عامله فرمه فيها فلفل وثوم، وانا ما بصفيش الطماطم، اللي عاوز يصفيه يصفيه. بس يا حبايبي نرش على البطاطس بقى، والباقي احطه على الفراخ. وده فلفل اخضر يا حبايبي، نسيت اقول لكم عليه. وكده هنحط الفراخ يا حبايبي. الفراخ ده زي ما انتوا شايفين انا غسلاه ونقعاه في خل وليمون و... ونص حبايه طماطم. الطماطم يا حبايبي بتحوش ريحه زفرة الفراخ. وهنرص الفراخ بقى على البطاطس، وبعد كده هنحط الطماطم عليه. بس يا حبايبي هنحط بقى على الفراخ من الطماطم اللي انا عاملاها معاها، بتطلع لونها حلو. جربوها يا حبايبي وهتحبوها باذن الله. وعملنا جنبها يا حبايبي رز ابيض. بس هنجيب على دول شويه ميه عشان البطاطس تستوى، كوبايه ونص كده من جنب البطاطس عشان الطماطم اللي على الفراخ ما تنزل. بس يا حبايبي لما نطلع بقى نولع الفرن هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. انا بولع الفرن من تحت بس، لان ساعات صهد الفرن بقفل عليها الباب، صهد الفرن بحمر. اما بتستوي والاكل لسه لونها مش عاجبني بولع من فوق تحمر. انما انا كده ولعت الفرن اهو. وما تقلب يا حبايبي بتوطوا شويه، توطوا الفرن من تحت شويه كده. هنقفل عليها بقى واسيبها براحتها، وما تخش على سوا وقرب انزلها يا حبايبي ارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده الفراخ اهي مش محروقه، احنا بنحب حمرها كده زي المشوي. وجربوها بطريقتي هتحبوها باذن الله. وعملت جنبها رز ابيض يا حبايبي، ده عشان النهارده فضل ونعمه من ربنا. ومحدش يقول لي انت عامله الرجول، احنا بنحبها. جربوها بالطريقه اللي انا عملتها دي وباذن الله تتبسطوا منها. واللي يجربها وتطلع معاه حلوه يكتب لي في الكومنتات. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.